ده فشوى البطل بتاع فيلمنا، اما دي فبتكون سندريا، والاحداث بتبدا من 20 سنه، وفشوى بيكون الطفل الذكر الوحيد اللي في العيله، والكاهن بيشوف خطوط في كف ايده وبيقول سلاحه في المستقبل هيكون الموت. وبعدها اهل القريه بيروحوا لابو راجو وبيعرفوه ان فيرا خطف العجول بتاعتهم، وده بيخليه يوصل للمكان بتاعهم وبيبدا يضرب في رجالته وبيستخدم كل قوته معاهم ومحدش عارف يقف قصاده، وساعتها بيحرر كل العجول بسرعه وبيرجع بالبقره للبيت بتاعه، وبالشكل ده بينتصر لكل الناس الغلابه. راجو بيقرر يحتجز فيرا ويسيطر عليه. ومن ناحية تانية ده بيكون منسوامي وبيعرف من رجالته ان اخوه اتضرب واتاخد رهينة، وساعتها بيتعهد بانه هينتقم. وبعدها بنروح لاهل فشوى والعيلة كلها بتكون فرحانة، ووقتها بيدخل منسوامي للمكان وبيقدر يقابل راجو، ولما بيتكلموا مع بعض بيضربه بالسكينة في بطنه وعايز يموته، وبيقول له انت رفضت تخليني اعمل مصنع خمور ودايما بتتحداني وبتقف ضدي، وبيشوف خطوط كف ايد فشوى وبيمسحها كلها. ووقتها بيبدأ يقتل العيلة واحد واحد وعايز يقضي عليهم، وبيحول البيت لساحة دم والجثث في كل مكان. وام فشوى بتحاول تجري بابنها وبتكون مصابة وعايزة تنقذ حياته، لحد ما العجل بيقف قدامها وبتحط فشوى عليه وبتخليه يهرب من المكان بسرعة، والعصابة بتطلع تجري وراه وعايزين يمسكوه بأي طريقة، لحد ما بيخبطوه بالعربية وهما الاتنين بيطيروا في الهواء، وفشوى بينزل في عربية محملة بالرملة وكمان بيسيب المكان وبيمشي. والعصابة بتلاقي بالصدفة طفل وبيفتكروه فشوى، وساعتها بيرجعوا البيت منسوامي وبيوروا له جثته، وبعدها بيولعوا في كل المزرعه والاخوات الاربعه بيسيبوا المكان. ووقتها العربيه بتنزل الرمله وفشوى بيقع معاها، وواحد غلبان بيشوفه في الشارع بالصدفه، وساعتها بياخده وبيروح بيه المعبد وبيحطه قدام الصنم على اساس ان هو هيحميه. وفي نفس الوقت رجل الاعمال شيفا ومراته بيكونوا هناك، وساعتها بيشوفوا الطفل قدامهم، والكاهن بيقول لهم دعواتكم مستجابت، وبيديلهم فشوى علشان يربوه لانهم محرومين من الخلفه. وبعدها بياخدوه بيسافروا امريكا. وبعد 20 سنه بنلاقي نفسنا في دبي، وفي حراميه بيخطفوا طفله صغيره وبيهربوا بيها، وساعتها بيظهر فشوى وبيكون راكب عجلته وبيفضل يطاردهم في كل مكان وعايز يوصل لهم، لحد ما بيقدر يضربهم وبيندمهم على كل حاجه بيعملوها، وفي نهايه الامر بينقذ الطفله من ايديهم. وبعدها بنكتشف ان المشهد مش حقيقي، وفشوى مصمم لالعاب الفيديو بشكل واقعي وعنده فريق كبير جدا ومتخصص. ولما بنروح لامريكا بنلاقي شيفا قاعد مع واحد اسمه مشرا وبيرفض يشاركوا في المشروع اللي عايز يعمله في الهند لانه هيسرق الناس وهيحاول يستغلهم، ومشرا بيهدده بالموت لو رفض كلامه. ووقتها بيوصل فشوى وبيمسكه من هدومه وبيرميه بره الشركه وبيحذره من انه يهدد ابوه مره تاني، ومشرا بيقول له لو دخلتوا الهند هيكون مصيركم الموت. ولما بيكون ماشي مع صاحبه بالعربيه بيلاقي بقره قدامه كان ممكن يخبطها، وبعدها بيشيلها وبيروح يرجعها المكان اللي هربت منه. وساعتها بيدخل المعبد مع الناس، وهناك بيشوف سندريا قدامه وهي بتحكي القصص المقدسة، وساعتها بيعجب بيها جدا وشكلها دخلت دماغه. وتاني يوم بيروح لها المكان اللي عايشة فيه وبيلاقيها بتعلم الأطفال، ووقتها بيتكلم معاها وبيعرض عليها تشتغل في شركته وتقدم له قصة ينفع يصمموا بيها لعبة، وهي بتكون رافضة وبتطرده بره المكان. وبعدها بنروح لأخت سندريا وجوزها وبنعرف انهم اترفضوا من شغلهم، ووقتها فشوى بيقابلهم وكأنه شافهم بالصدفة وعايز يحل مشكلتهم، وبيكلم مديرهم عن طريق التليفون وبيقدر يرجعهم من تاني. وساعتها بيبلغهم انه عايز يتعلم الثقافة الهندية وتقاليدها، وهم بيقولوا له طلبك عندنا. وتاني يوم بيخلوه يقابل سندريا، وهي بتتفاجئ جدا اول ما بتشوفه، وكالعادة بتكون رافضة تشتغل معاه، فاختها وجوزها بيفضلوا يترجوها وهي في الاخر بتوافق. ومع الايام بيحاول يقرب منها وعايز يثبت لها انه معجب بيها، لكن هي ما بتكونش مدياله اي فرصة. ولما بيجي الليل بتبلغه انها هتبعت له واحد اسمه فالميكي وهيقدم له فكرة لتنفيذ لعبته. وتاني يوم بيقعد مع فالميكي وبيحكي ان طفل صغير بيتولد والعصابة المكونة من 4 أشرار بتموت عيلته كلها، لكن ما بيكونوش عارفين ان الطفل لسه عايش وهيرجع علشان يقتلهم وينتقم. وفشوى بتعجبه الفكرة وبيوافق على تنفيذها وهو مش عارف انها قصته. وبعدها بنروح لمنسوامي واخواته الأربعة وبيخلي رجالته يخطفوا الأطفال من دار الأيتام، وفي نهاية الأمر بيولعوا في كل المكان. ولما بيوصلوا المحكمة القاضي بيديهم براءة لعدم وجود دليل ضدهم، لكن بيظهر واحد اسمه طاغور وبيقول الأطفال لسه عايشين ولو كانوا ماتوا مستحيل عظامهم تذوب في النار. وساعتها القاضي بيقتنع وبيحكم باستمرار القضية، ومنسوامي بيكون متضايق جدا وبيفكر ينتقم. ومن ناحية تانية سندريا بتبلغ فشوى انها عملت حادثة وجواز سفرها ضايع، فبيروح يساعدها وبيقف جنبها وبيحل معاها المشكلة، وبيدخلوا السفارة وبيطلع لها واحد جديد، وفي نهاية الأمر بيديهولها وهي بتشكره على كل حاجة بيعملها معاها.
وتاني يوم بيكون في شغل وعامل اجتماع، وسندريا بتوصل لهم وبتحاول تساعده في مشروعه، وبعدها بتكون في مكتبه وبتلاقي بالصدفة جواز السفر بتاعها وبتعرف ان هو اللي سرقه، فبترجع له تاني وبتقول له انت كداب وغشاش وضحكت عليا، وبتهزقه قدام الموظفين، فبيضربها بالقلم على وشها وبيقول لها انا وقفت جنبك علشان بحبك، وهي ما بتصدقش كلامه وبتسيب المكان وتمشي. وبعدها بيعرف من السواق انه لقى جواز سفرها في عربيته وحطوه له في المكتب، وافتكر لما كانت معاه واكيد وقع منها. ومن ناحية تانية فيرا بيركب العربية بتاعته وبيروح يخبط طاغور بسرعة وبيوقعه في النهر، لكن بيتم انقاذه باعجوبة وبيطلع مع التمثال، والناس بتلاقيه لسه عايش وبياخدوه للمستشفى علشان يتعالج. وبعدها سندريا بيجيلها تليفون وبتكون متضايقة جدا وبتقرر تسافر لدولة الهند، واول ما بتدخل المستشفى بتعرف ان طاغور بيكون ابوها، وبنشوفها خايفة وقلقانة عليه. وفي نفس الوقت فشوى بيقابل اختها وبتحكي له كل اللي حصل مع سندريا، وبعدها بيقرر يسافر الهند وراها من غير ما يعرف ابوه. وتاني يوم بنروح لمناجم التعدين، ورجالة منسوامي بيشغلوا الاطفال اللي خطفوهم من دار الايتام، وفي طفلين بيحاولوا يهربوا من المكان لكن للاسف بيقعوا على الارض وبيردموهم بالتراب، وساعتها بيقتلوهم. وغورو اخو منسوامي بيهدد باقي الاطفال بالموت لو حد حاول يهرب. وبعدها فشوى بيوصل للهند وبيروح لبيت سندريا وبيتعرف على العيلة، واول ما بتخرج من اوضتها بتتفاجئ انه موجود قدامها، وساعتها بيديها التحية وهي بتردها له مرة تانية، وبنعرف ان جوز اختها هو اللي ضايفهم في بيته وبيوصي اهله يعاملوهم كويس جدا. وتاني يوم طاغور بيقابل واحد من رجالته وبياخد منه الدليل اللي يثبت ان منسوامي خطف الاطفال الايتام، فبيكلم المحامي بسرعة وبيقول له هبعت لك الدليل، وبيروح لبنته وبيديهولها علشان توصله له. وفي نفس الوقت فيرا بيعرف ان طاغور لسه عايش والدليل موجود مع بنته. وبعدها فشوى بيكلم سندريا في التليفون وبيعرف المكان اللي هي فيه، ولما بتكون في الطريق العصابة بتطاردها وعايزين يوصلوا لها لحد ما فيرا بيمسكها وبيسيطر عليها، لكن فشوى بيظهر في المكان وهي بتجري عليه وبتتحمى فيه وبيكون متحاصر منهم كلهم، وبيبدأ يضرب فيهم وبيدافع عن حبيبته وبيستخدم كل قوته علشان ينتقم منهم ويخلص عليهم. ولما بيكون مع سندريا فيرا بيضربه بالطوب على راسه، وبعدها بيخنقها قدامه وعايز يقتلها، فبيقوم بسرعة وبيقدر ينقذها من ايديه، وساعتها بيكتفه وبيسيطر عليه بشكل نهائي لحد ما بيتعلق في طواحين الهواء وللأسف بيموت. وفشوى مش قادر يصدق ان هو قتله. ومن ناحية تانية منسوامي بيعمل مراسم جنازة اخوه وبيتعهد بانه هينتقم. وفي نفس الوقت واحد من رجالته فقد الوعي وموجود في المستشفى، وبنلاقيه شاف فيرا متعلق ومشنوق وفشوى هو اللي اتخلص منه، ولما بيحاول يهرب بتخبطه عربية وبيقع على الارض. وبعدها فشوى وحبيبته بيكونوا مع بعض، وابوه وامه بيوصلوا للهند، ولما بيروحوا يشوفوه بيتفاجئ انهم قدامه لانه كان قايل لهم ان هو في دبي. ووقتها بيعرفهم على سندريا حبيبته، وهم بيكونوا فرحانين علشان ابنهم هيتجوز. وتاني يوم بيروحوا لاهلها البيت وبيتقدموا لها بشكل رسمي وبيحددوا ميعاد الخطوبة معاهم. وبعد فترة فشوى بيكون مع ابوه وامه في المعبد وبيحاولوا يقنعوه ينزل في النهر وهو رافض، وهناك بيكون موجود اخو منسوامي وبيعمل الطقوس الدينية وبياخد رماد فيرا وبيرميه في النهر. وبعدها بيمسك كاهن موجود في المعبد وبيكون عايز يقتله، وساعتها فشوى بيظهر وبيشوف كل حاجة وبيمسك الوعاء وبينقذ حياة الكاهن بسرعة. ووقتها بيفضل يضرب فيهم ومحدش منهم عارف يدافع عن نفسه او يقف قدامه. وفي نهاية الامر بيسيطر على اخو منسوامي وبيوقعه من فوق المعبد، وللاسف بينزل في النار وبيتحرق، وبالشكل ده بيقتله وبيخلص عليه. وفشوى بيكون متفاجئ جدا، ووقتها الكاهن بيقول له الناس اللي مسحوا الخطوط من ايديك ميعادهم قرب علشان تقتلهم كلهم، وهو مش قادر يربط الاحداث ببعضها. وبعدها منسوامي بيعرف اللي حصل ومش عارف مين اللي عمال بيموت في اخواته. وتاني يوم بيروح يقابل الكاهن وبيقول له اخواتك اتقتلوا على ايد نفس الشخص وللاسف هيموتكم زيهم لكن بطريقه مختلفه، وده بيخليه متوتر جدا ومش عارف يتصرف ازاي. وتاني يوم مشرب يوصل لبيت منسوامي وهناك بيعرض عليه يعملوا مشروع مع بعض وبيوريه كل التصميمات اللازمه لتنفيذه، وبيعرفوا ان رجل الاعمال شيفا موجود في الهند دلوقتي هو اللي يقدر يبنيه باقل تكلفه، لكنه رافض يطرد اهالي القريه من بيوتهم. ومنسوامي بيطمنه وبيقول له اعتبر المشروع اتعمل. وتاني يوم بيروح للفندق اللي فيه شيفا وهناك بيقابل فشوى بالصدفه ومش عارف ان هو اللي قتل اخواته. وبعدها بيتعرف على شيفا وبيطلب ينفذوا المشروع مع بعض، وهو ما بيكونش عنده اي اعتراض بشرط اهالي القريه يكونوا موافقين. وساعتها بيفوق الراجل من الغيبوبه وبيحاول يخرج من المستشفى بسرعه، وبيروح يقابل منسوامي وبيعرفوا ان اللي موت فيرا بتكون حبيبته سندريا بنت طاغور. وبعدها بيجي ميعاد الخطوبه وكلهم بيفضلوا يغنوا
يغنوا ويرقصوا وبيكونوا فرحانين جدا. وتاني يوم فشوى بيكلم تغور وبيسأله على بنته، فبيعرفوا انها موجودة في المعبد، فبيوصل لها المكان وبيدور عليها لكن ما بيكونش ليها اي وجود. فبيروح لغرفة المراقبة وهناك بيشوف ناس في الكاميرات بيخطفوها وبيكون متفاجئ جدا وبيحدد موقعها على الخريطة. وساعتها بنلاقي غورو خاطف سوندريا وهي بتطلب منه يسيبها ويفرج عن كل الاطفال الايتام اللي ماسكهم، لكن بيكون رافض وبيهددها بالموت. ووقتها بيظهر فشوى في المكان وكلهم بيكونوا متفاجئين وبيعرفوا ان هو اللي موت فيرا، وغورو بيأمر رجالته يقتلوه. وساعتها فشوى بيبدأ يضرب فيهم وبينتقم منهم واحد واحد، واهم حاجة يدافع عن حبيبته وينقذ الاطفال من ايديهم. وفي نهاية الامر بيتخلص منهم كلهم والاطفال بيطلعوا يجروا على فشوى وبيشكروه. وغورو بيحاول يهرب وعايز يبعد عن المكان باي طريقة، لكن وقتها بيقع والتراب بينزل فوقيه وبيكون مصاب. وبيقول لفشوى اخويا ماسك اهلك وبيعرفوا مكانهم وبيكون فرحان فيه وهو مستغرب جدا من كلامه. وبعدها التراب بيقع من تاني وبيخلص عليه. وساعتها بنروح لبيت العيلة الملكية اللي ماتوا اول الفيلم، ومنسوامي ماسك ابو فشوى وامه وبيقول لهم انه اشترى البيت بعد ما اصحاب المكان اتقتلوا زمان. وساعتها بيحطوا لشيفا عقود المشروع وبيأمروا لازم يمضي عليها. ووقتها مشرب بيدخل المكان وشيفا بيتفاجئ، ولما بيرفض يوافق على كلامهم منسوامي بيضربه بالقلم على وشه وبيرفع عليه السلاح وبيهدده بالموت. وساعتها بيجيله تليفون وبيعرف ان اخوه غورو مات واللي قتله نفس الشخص وبيكون ابن شيفا. ووقتها بيمسك شيفا وبيوقعه على الارض وبيفضل دايس عليه، لكن بيوصل فشوى للمكان ومنسوامي بيسأله ليه عايز تموتني، فبيقول له مش عارف، لكن مادام خطفت ابويا وامي فانا هقتلك. وبيفضل يضرب في كل رجالته وبيستخدم قوته الكبيرة في القضاء عليهم وعايز يحمي ابوه وامه باي طريقة من ايديهم. ولما بيوقع منسوامي على الارض بيقول له ازاي عرفت اني هقتلك ومفيش خطوط في كف ايدي. ووقتها منسوامي بيعرف ان هو ابن راجو اللي شال الخطوط من كف ايديه وموت كل عيلته في اول الفيلم. وساعتها فشوى بيقتله بالرمح وبيقدر يخلص عليه، وبالشكل ده بينتقم منه وهو مش عارف انه السبب في موت عيلته كلها. ومن هنا بيخلص فيلمنا. لو عجبك الفيديو دوس لايك واعمل اشتراك للقناة وفعل زر الجرس، واستنونا في فيلم جديد.